فيلمنا النهارده بيبدأ بحكاية عن مجموعة من البط واللي بيكونوا عايشين كل يوم حياة سعيدة في بحيرة مية جميلة، ولكن وقتها بيظهروا بطتين صغيرين واللي بيكونوا حاسين بالملل، وعشان كده بيقرروا انهم يستكشفوا العالم وبيسيبوا البحيرة وبيمشوا، ولكن فجأة بيظهر لهم طائر مفترس وبيهاجمهم، وفعلا بيقدر انه يوقعهم في الغابة وبيحاصرهم هو وأتباعه. وفي الوقت ده بنروح لأرض الواقع وبنشوف أبو البط اللي اسمه ماك، واللي كان هو اللي بيحكي القصة دي لأولاده علشان يخوفهم من فكرة انهم يبعدوا عن البحيرة. وبيقول ماك لأولاده اللي اسمهم داكس وجوان ان الخروج من البحيرة ده خطر جدا، وبيحاول انه يرعبهم من كل حاجة ممكن تقابلهم. ولكن وقتها بتتدخل زوجته البطة اللي اسمها بام، وبتحاول تطمن أولادها خصوصا بنتها الصغيرة جوان اللي بتكون مرعوبة جدا من اللي والدها بيحكيه. أما داكس بيكون مش مصدق القصة وبيسيبهم علشان يروح ينام. بعدها بتودع جوان والدها ووالدتها وبتروح تنام هي كمان، وبعدها بيظهر على بام انها متضايقة جدا من ماك واللي بتروح تزعق له لأنه بيخوف أولادهم. فبيحاول ماك يشرح لها ان هو بيعمل كده علشان أولادهم ما يبعدوش عن البحيرة ويعرضوا حياتهم للخطر. وبرغم ان بام ما بتكونش مقتنعة بكلامه الا انها بتقرر انها ما تتجادلش معاه، وبيناموا هما الاتنين في العش بتاعهم. وفي تاني يوم بنشوف ماك وبام وهما بيلعبوا مع اولادهم وبيقضوا معاهم وقت سعيد، واثناء ما هما بيلعبوا بيوصل مجموعة من البط المهاجر للبحيرة، فبتتحمس بام جدا وبتطلب من ماك انهم يروحوا يتعرفوا على مجموعة البط دي. وفي الوقت ده بيكونوا داكس وجوان سبقوهم وراحوا للبط ورحبوا بيهم في البحيرة بتاعتهم. وبالصدفة بيخبط داكس في بطة لطيفة وبيعتذر لها، فبتعرفوا البطة دي بنفسها وبتقول له ان اسمها كام، وبتفهمه انها هي وعائلتها متجهين للجنوب. وبتستغرب كام جدا لما بتعرف من داكس انه هو وعيلته ما هاجروش خالص قبل كده، وبتتحمس كام وبتطلب منه انه يجيب عيلته ويهاجروا معاهم، وبتسيبه علشان تروح تعرف والدها. ولكن فجأة بيجي ماك وبيزعق لداكس وجويل لانهم مشي من غير ما يعرفوهم. وفي الوقت ده بتروح لهم كام هي وعيلتها اللي بيسالوا ماك وبام اذا كانوا حابين ينضموا لهم ويهاجروا معاهم، وبتقول لهم والدة كام ان هم متجهين لمكان اسمه جزيرة جامايكا، وبتعرفهم ان المكان ده موجود فيه بحيرة جميلة فيها مية بتنور. فبتتحمس بام جدا هي واولادها وبيكونوا عاوزين يروحوا معاهم، ولكن للاسف بيرفض ماك الفكرة وبيشكرهم على عرضهم وبيسيبهم وبيمشي. فبيستغربوا عيلة كام من رفض ماك، ولكنهم في الاخر بيودعوهم وبيمشوا. وبعدها بتروح بام لماك وبتزعق له بسبب اللي هو عمله، وبتقول ان هم نفسهم يهاجروا ويشوفوا العالم. وساعتها بينضموا لها داكس وجوان وبيفضلوا يترجوا والدهم انه يوافق انهم يهاجروا ولو لمرة واحدة بس. ولكن للاسف بيرفض ماك طلبهم وبيفهمهم ان الهجرة مخاطرة كبيرة قوي وانهم ممكن يتعرضوا للموت في اي وقت. وبيكمل ماك كلامه وبيقول لهم ان هم مستحيل يسيبوا البحيرة لانها مكان امن بالنسبة ليهم كلهم. فبتتضايق بام اكتر وبترد عليه وبتقول له انهم مش هيفوتوا الاستمتاع بحياتهم علشان هو خايف من ان هو يسيب البحيرة. وبتبدأ بام تفهم ماك اهمية المغامرة والهجرة بالنسبة ليهم هم واولادهم علشان يشوفوا قد ايه العالم جميل. وبتكمل بام كلامها وبتقول له ان هو لازم يترك اهمية الكلام ده قبل فوات الاوان، وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بنشوف ماك وهو قاعد بيفكر في كلام بام، وفي الوقت ده بيجي له عمه اللي اسمه دان، وساعتها بيسأله ماك عن رأيه في الهجرة. فبيقول له العم دان ان الحياة في البحيرة جميلة وآمنة جدا، لكنه لو فضل عايش هنا هيضيع فرصته في استكشاف العالم، وهيجي اليوم اللي زوجته واولاده هيتخلوا عنه فيه وهيسيبوه لوحده ويمشوا. فبيتصدم ماك من كلام العم دان وبيرجع للعش بسرعة، وبيصحي بام واولاده وهو متحمس جدا، وبيقول لهم ان هو قرر انهم يهاجروا هم كمان لجزيرة جامايكا. فبتفرح بام هي واولادها جدا وبيحضنوا ماك. وبمجرد ما جوان بتشوف العم دان بتروح تطلب منه ان هو يهاجر معاهم لجزيرة جامايكا، وبالرغم ان العم دان بيكون رافض الفكرة الا انه بيوافق في الاخر. وفي تاني يوم بيستعدوا عائلة ماك وبينطلقوا في رحلتهم وبيطيروا فوق الغابة. وفي الوقت ده بنشوف بام وداكس وجوان وهم متحمسين جدا للرحلة دي وبيكونوا طايرين وهم مبسوطين. ولكن وقتها بيستغرب ماك لما بيلاقي ان كل الطيور طايرة عكس الاتجاه اللي هم طايرين فيه، وما بيكونش ماك عارف السبب. وبعد شوية بتظهر عاصفة قوية وبنشوف ماك وعيلته وهم مستخبيين من الامطار اللي بتكون غزيرة جدا. وساعتها بتحاول بام انها تطمن اولادها وبتقول لهم انها واثقة ان رحلتهم هتكون جميلة، ولكنهم فجأة بيترعبوا كلهم لما بتروح لهم واحدة من طيور الهورن واللي بتعرفهم بنفسها وبتقول لهم ان اسمها إيرينيا، واللي بتقرب منهم وبتسألهم عن سبب وجودهم هنا. ولأن ماك وعيلته بيكونوا مرعوبين منها ما بيقدروش ان هم يردوا عليها، فبتقول لهم إيرينيا ان الجو هنا برد جدا وبتاخدهم علشان توديهم للعش بتاعها. وهناك بيتصدم ماك هو وعيلته وبيترعبوا اكتر لما بيشوفوا العش بتاعها اللي بيكون عبارة عن بيت مهجور شكله مرعب ومخيف. وبمجرد ما بيدخلوا كلهم البيت بتعرفهم إيرينيا على زوجها اللي اسمه هاري واللي بيكون طائر مفترس. فبيخاف ماك هو وعيلته وبيقرروا انهم يمشوا من عندها، ولكن إيرينيا بتمنعهم وبتقول لهم ان هم لازم يباتوا معاهم النهارده، وبتعرفهم انها تحضر لهم العشاء. وفعلا بتروح إيرينيا وبتجيب طاسه وبترجع لماك وعيلته وبتعرفهم ان هاري كان صياد ماهر ولكنه دلوقتي ما بقاش بيقدر يتحرك من مكانه، وانها هي اللي بقت بتجيب له الاكل لحد البيت.
وبتطلب إيرينيا من عائلة ماك إنهم يناموا في الطاسة على أساس إنها سرير، ولأنهم كلهم بيكونوا خايفين منها بينفذوا كلامها وبيناموا كلهم في الطاسة. فبتتمنى لهم إيرينيا ليلة سعيدة وبتطفي النور. وفي نص الليل بنشوف هاري وإيرينيا وهما نايمين على السرير، أما ماك وعيلته فبيكونوا مش عارفين يناموا من الخوف، وعشان كده بيقرروا إنهم يهربوا. وبمجرد ما بينزلوا كلهم من الطاسة بيتفاجئوا بإيرينيا وهي واقفة قدامهم، واللي بتسألهم هما رايحين فين وبتخوفهم أكتر، وبتقول لهم إن بالليل الحيوانات المفترسة بتدور على الطيور علشان تاكلها. وفجأة بتجري إيرينيا وبتهاجم داكس وجوين، لكن ماك وباب بيمنعوها. فبيقوم هاري وبينقض على داكس وجوين وبيحاول إنه يمسكهم، ولكنهم بيتفادوا وبيجروا بسرعة علشان يخرجوا من الفتحة اللي ما بين الأخشاب، ولكن الفتحة بتكون صغيرة جدا. وفي الوقت ده بتجري إيرينيا وبترمي ماك وبام على السرير وبتخلي هاري يمسكهم من رقبتهم. وبتقدر إيرينيا إنها تحاصر داكس وجوين اللي بيكونوا خايفين ومرعوبين جدا منها، وبيفضلوا يترجوها إنها ما تاكلهمش. ولكن فجأة بتظهر سمكة مفترسة وبتاكلهم، وقبل ما تبلعهم بتمسكها إيرينيا وبتضربها وبتنقذ داكس وجوين. وبعدها بتشرح لهم إيرينيا إن بالليل الأسماك دي بتدور على أي طيور صغيرة علشان تفترسهم. فبيتصدموا ماك وبام لما بيعرفوا إن هاري وإيرينيا كانوا بيحاولوا يحموهم مش ياكلوهم زي ما هم كانوا فاهمين. وبعد شوية بيناموا كلهم مع بعض على السرير وما بيكونش ماك مصدق اللي حصل. وفي تاني يوم بتروح إيرينيا وبتودع ماك وعيلته اللي بيشكروها على إنقاذهم. وفي الطريق بيفضلوا ماك وبام يتكلموا مع بعض عن اللي حصل وقد إيه هم كانوا مرعوبين، ولكن وقتها بيقطعهم داكس وبيطلب منهم يجوا وراه بسرعة. وفعلا بيروحوا كلهم وراه بيطلعوا فوق السحاب، وهناك بينبهروا كلهم من شكل السحاب الجميل واللي بيفضلوا طايرين فوقه وهم فرحانين. وبعد شوية بيستغربوا كلهم لما بيشوفوا ضوء أحمر ظاهر من تحت السحاب، واللي لما بيعدوا من فوقه بيكتشفوا إن هم وصلوا لمدينة البشر، واللي بيكون مكان جديد جدا بالنسبة لهم. وفجأة بيلاقي ماك رافع عملاقة، ولما بيحاول إنه يتفاداها بينزل على سطح مبنى من المباني، وبيقدر إنه يوقف نفسه على آخر لحظة، ولكنه بعدها بيقع هو وعيلته من على المبنى بالغلط. وقبل ما يوصلوا للأرض بيلحقوا نفسهم وبيطير تاني بسرعة، وبيقدروا إنهم يتفادوا كل العربيات والحواجز اللي بتقابلهم لحد لما بيدخلوا الحي ضيق وبيخبطوا في صندوق القمامة. ولما بيفوق ماك بعدها من اللي حصل بيكون مخضوض جدا على عيلته، وبيروح وبيطمن على زوجته وأولاده. وبنشوف وقتها العم دان اللي بيكون واقع على لفتة واللي بتاخده وبتتجه بيه ناحية الحديقة. فبيقرر ماك هو وعيلته إنهم يروحوا وراه بسرعة علشان يساعدوه. ومن ناحية تانية بنشوف العم دان اللي بيكون واقع في الحديقة، واللي لما بيشوف سندوتش واقع على الأرض بيفرح جدا بيه لأنه بيكون جعان جدا. وقبل ما ياكلوا بيجوا مجموعة من الحمام وبيحاصروه وبيبدأوا كلهم يهاجموه علشان ياخدوا منه السندوتش. ولكن فجأة بيوصل ماك هو وعيلته وبيهاجموا الحمام وبيحاولوا يبعدوهم. ووقتها بيتعصب ماك وبيقول إنهم حمام مقزز، وساعتها بيقفوا كل الحمام في مكانهم، وبتيجي حمامة صغيرة شكلها شرير وبتسأل عن الشخص اللي قال عليهم إنهم مقززين. فبيشاوروا كل اللي موجودين على ماك. فبتتعصب الحمامة وبتحاصر ماك وبتزعق معاه، وبتعرفه إن اسمها تشامب وإنها قائدة مجموعة الحمام دي. وبتقرر تشامب هي وكل الحمام إنهم يضربوه لأنه شتمهم. ولكن وقتها بتتدخل بام وبتعتذر لها عن اللي حصل، وبتقترح عليها إنهم يقسموا السندوتش مع بعض. وفعلا بتوافق تشامب على اقتراح بام وبيدي العم ده نص السندوتش اللي معاه للحمام. وساعتها بتروح تشامب وبتتعرف على ماك وعيلته، وبتقول لهم إن هما لو محتاجين أي حاجة ممكن يطلبوها منها. فبتعرفها بام إن هما تايهين وبتسألها إزاي يقدروا يروحوا لجزيرة جامايكا. فبتقول لها تشامب إنها تعرف حد ممكن يدلهم على الطريق لهناك، وبتطلب منهم يجوا وراها. وفعلا بينطلقوا كلهم وبيطيروا ورا تشامب. وفي الطريق بيفضل ماك وعيلته يتفرجوا على جمال المدينة. وبعد شوية بيوصلوا كلهم لسطح مطعم معين، وبيتخضوا لما بيشوفوا طيارة على شكل نمر. وساعتها بتطمنهم تشامب وبتعرفهم ان الطيارة دي بتاعت الطباخ اللي حابس صديقها. وبتاخدهم تشامب وبينزلوا من فتحة التهوية وبيروحوا لصديق تشامب اللي بيكون بغبغان محبوس في قفص. وبمجرد ما ماك بيسألوا عن الطريق لجزيرة جامايكا بيحزن البغبغان جدا، وده لأنه كان عايش هناك. وبعدها بيبدأ البغبغان يوصف لهم الطريق لجزيرة جامايكا، واللي بيكون طريق طويل جدا وفيه متاهات كتير. وساعتها بيفهم ماك هو وعيلته انهم مستحيل يوصلوا لهناك لوحدهم. وفي الوقت ده بيبدأ البغبغان يعيط وبيقول لهم ان هو بيتمنى انه يرجع يشوف عيلته واصدقائه من تاني. فبيتأثروا ماك واللي معاه بكلام البغبغان، وبيقرروا انهم يساعدوه ويحرروه من القفص. ولكن للاسف بيكون القفص ده مقفول بقفل محكم. وساعتها بيقول لهم البغبغان انهم مستحيل يعرفوا يجيبوا المفتاح بتاع القفل ده لانه بيكون دايما موجود مع الطباخ في المطبخ. وبيفهمهم ان المطبخ ده مكان خطير جدا، وانهم ممكن لو دخلوه ينتهي بيهم الحال كوجبه من البط المشوي. وبالرغم من كده بيتشجع داكس وبيكون عاوز يروح يجيب المفتاح، ولكن ماك بيمنعه. فبيتضايق داكس وبيقول لوالده ان مش معنى ان هو خايف من كل حاجه يبقى لازم هو كمان يكون خايف منها. فبيتصدم ماك من كلام داكس وبيقرر ان هو اللي هيروح يجيب المفتاح. وبيسيبه ماك وبيخرج وبيفضل يتسلل من غير ما حد يحس بيه لحد ما بيدخل للمطبخ. وهناك بيتفاجئ ماك لما بيشوف الطباخ وهو بيشرف على المساعدين بتوعه. وبعدها بيقلع الطباخ الجاكيت بتاعه وبيديه لواحد من المساعدين. ولحسن الحظ بيلاحظ ماك ان المفتاح اللي هو بيدور عليه موجود في الجاكيت. فبيفضل
بيفضل ماك يراقب المساعد اللي بيروح يعلق الجاكيت وبيمشي، فبيتحرك ماك وبيمشي بحذر شديد وبيستخبى بسرعة علشان محدش يشوفه، ولكنه بعدها بيتفاجئ بوجود بام اللي بتكون هي كمان كانت مستخبية، فبيتحركوا هما الاتنين علشان يسرقوا المفتاح، وبيروح ماك وبيساعد بام في انها توصل للجاكيت علشان تاخد المفتاح منه، ولكن وقتها بيتصدم ماك لما بيشوف الطباخ وهو بيجهز بطة مشوية علشان يقطعها، وبيترعب ماك جدا من اللي هو شايفه، وبيسيب بام اللي بتاخد المفتاح وبتقع، وبالغلط بتخبط بام في طفاية الحريق اللي بتشتغل وبتطير وبتبهدل المكان، فبيتعصب الطباخ جدا من اللي حصل وبيبدأ انه يطارد ماك وبام وبيحاول ان هو يمسكهم، ولكنهم بيجروا منه بسرعة وسط المساعدين، ولحسن الحظ بيقدروا ماك وبام انهم يهربوا منه وبيخرجوا من المطبخ بسرعة، ولكن للأسف بتشتغل الموسيقى وبتتجمع الناس حواليهم من كل مكان علشان يرقصوا، ووقتها ما بيكونوش ماك وبام قادرين انهم يخرجوا من وسط الناس لان عددهم كبير جدا، ولكن ساعتها بتيجي الماك فكرة وبيرقص هو وبام وبيتفادى أرجل الناس قبل ما تدوس عليهم، وفي الوقت ده بيتفاجأ داكس واللي معاه لما بيشوفوا ماك وبام وهما بيرقصوا بالطريقة المبهرة دي، وفعلا بيفضلوا ماك وبام يرقصوا وهما فرحانين جدا لحد ما بيبعدوا عن الناس وبيطلعوا من على السلم، ولكنهم بعدها بيتصدموا لما بيشوفوا الطباخ اللي بيكون جاي ناحيتهم علشان يمسكهم، فبيجروا ماك وبام بسرعة وبيرجعوا للمكتب وبيحاولوا انهم يفتحوا القفص اللي البغبغان محبوس فيه، ولكنهم بيواجهوا صعوبة كبيرة في فتحه، وساعتها بيروح العم دان وبيضرب ماك وبيخليه يبلع المفتاح بالغلط، ومن ناحية تانية بنشوف الطباخ اللي بيعدي من وسط الناس وبينطلق بسرعة علشان يروح للمكتب، ولكن وقتها بتيجي تشامب وبتقفل الباب على آخر لحظة، فبيقوم الطباخ تاني وبيقدر انه يكسر الباب، ولكنه بعدها بيستغرب لما مش بيلاقي أي حد موجود في المكان، وفي الوقت ده بنشوف ماك واللي معاه وهما مستخبيين ورا العمود، واللي بيفضلوا يلفوا حوالينه علشان الطباخ ما يشوفهمش، ولكن لسوء الحظ بتتخرم البالونة اللي كانت مع ماك واللي بيحاول انه يسيطر على الهيليوم اللي فيها، ولكن فجأة بيشوفهم الطباخ فبيتخض ماك وبيخرج الهيليوم وبيلف في المكان، وبيخبط الطباخ وبيخرج المفتاح اللي بلعه، وساعتها بياخد البغبغان المفتاح وبيفتح القفص وبيتحرر وبيطير فوق في السماء، وبمجرد ما ماك وعيلته بيطلعوا للسطح بيروح لهم البغبغان وبيحضنهم، وبيقول لماك ان هو اشجع بطة شافها في حياته، وبيوعد ان هو هيعمل اي حاجة علشان يوديهم لجزيرة جامايكا، وكمان بتقول تشامبل ماك ان هو طائر مذهل، فبيشكرها ماك وبيودعها هو وعيلته، وبينطلقوا في طريقهم لجزيرة جامايكا، وفي تاني يوم بتشوف ماك واللي معاه وهم طايرين ومتحمسين جدا، وساعتها بتقول لهم جوان انها عاوزة تروح الحمام، ووقتها بيضطروا كلهم انهم ينزلوا يستنوها لحد ما تخلص، ولكن فجأة تصرخ جوان وبتقول لهم ان في حد بيبص عليها، ولما بيروح لها ماك واللي معاه بيتفاجئوا بوجود رسمة لطائر موجودة على باب في مكان غريب، ولما بينزلوا كلهم للمكان ده بيكتشفوا ان هو عبارة عن قبو قديم، وهناك بيستغربوا جدا لما بيشوفوا سلم بيوديهم على باب تاني، ولما بيفتحوا الباب ده بيتفاجئوا مجموعة من الطيور وهما بيلعبوا يوجا، واللي بمجرد ما الطيور دول بيشوفوهم بيجروا عليهم، وساعتها بيجي الزعيم بتاعهم وبيرحب بماك واللي معاه وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم ان اسمه جوجو، وبيفهمهم ان هم عايشين في مزرعة كبيرة وان في 2 من المزارعين الطيبين بيهتموا بيهم، وفجأة بيفتحوا لهم المزارعين باب الحظيرة فبيخرجوا كل الطيور وهم فرحانين، وساعتها بينبهر ماك واللي معاه لما بيشوفوا المزرعة اللي بتكون عبارة عن ملاهي للطيور، وكمان بيركبوا كلهم جرار وبيتجولوا في المزرعة واللي بيتفاجئوا بكل حاجة بيشوفوها فيها، وساعتها بيقرر ماك هو وعيلته انهم يقضوا اليوم كله في المزرعة دي، وبعد شوية بنشوف ماك وعيلته وهم بيتزلجوا على المية وبيقضوا وقت جميل جدا مع بعض، ومن ناحية تانية بنشوف داكس اللي بيسمع صوت شاحنة وبيقرر انه يروح علشان يتفرج عليها، ولكنه وقتها بيتصدم لما بيشوف الطباخ وهو نزل منها، وبيتصدم اكتر لما بيشوف الطباخ وهو بيدي فلوس للمزارع وده علشان يشتري منه الطيور للمطعم بتاعه، ومن ناحية تانية بيكون الطيور مقتنعين ان هم رايحين رحلة، فبيجري داكس بسرعة وبيروح لجوجو وبيحاول يمنعه من انه يركب العربية، وفي الوقت ده بيستغرب ماك من تصرفاتهم وبيروح يطمن عليهم، وبمجرد ما ماك بيشوف الطباخ بياخد داكس وجوجو وبيستخبوا بسرعة، وبيطلب ماك من داكس انه يرجع لوالدته بسرعة على ما يفهم جوجو اللي بيحصل، ولكن داكس ما بيسمعش الكلام وبيروح علشان يحذر باقي الطيور اللي بيكونوا كلهم ركبوا العربية، وفجأة بيوصل الطباخ وبيدوس على أجنحة داكس اللي بيخاف جدا وبيقطع ريشه علشان يحرر نفسه، وساعتها بيثبتوا الطباخ في الأرض باستخدام الشوكة بتاعته، وما بيكونش داكس قادر ان هو يحرر نفسه تاني، ولكن لحسن الحظ بيشوفوا ماك وبينقض على الطباخ وبيهاجمه وبيحرر داكس، ولكن للأسف بيقدر الطباخ انه يحاصرهم هما الاتنين، وقبل ما يقتلهم بيطلب ماك من كل الطيور انهم بيخرجوا من العربية، وفعلا بيخرجوا الطيور بسرعة من العربية وبيوقعوا الطباخ، فبيستغل ماك الفرصة وبيهرب هو وداكس وبيحذر بام واللي معاها، وبيطلب من كل اللي موجودين انهم يطيروا بسرعة، وفعلا بيطيروا كل الطيور ما عدا داكس اللي ما بيكونش عارف يطير بسبب ريشه المقطوع، فبيروح له ماك وبياخده على ظهره وبيطير، وبيهربوا كل الطيور من المكان على آخر لحظة، فبيتعصب الطباخ أكتر وبيقرر إنه ينتقم منهم، وبنشوف بعدها ماك وباقي الطيور اللي بيتعبوا من الطيران وبيقرروا إنهم يستريحوا في المدينة لحد الصبح، وبينزلوا على واحد من المباني، وهناك بيتخانق ماك مع داكس وبيزعق له لأنه ما سمعش كلامه وعرض حياته للخطر، فبيحزن داكس وبيسيبه وبيمشي، وبالليل بنشوف طيارة الطباخ اللي بتكون وصلت لنفس المدينة
المدينة. ومن ناحية تانية بنشوف كل الطيور وهم نايمين ما عدا داكس اللي بيكون قاعد حزين جدا واللي بيسيبهم وبيروح يقعد لوحده. وساعتها بتروح لجوان وبتقوله انها تحضنه علشان يهدى، وفعلا بتفضل جوان حضنه مش بتسيبه. ولكن فجأة بتوصل طيارة الطباخ لمكان ماك وباقي الطيور اللي بيخافوا كلهم وبيجروا بسرعة علشان يهربوا. ولكن فجأة بيرمي الطباخ عليهم شبكة كبيرة وبيقدر ان يمسكهم كلهم ما عدا داكس وجوان اللي بيستخبوا بسرعة قبل ما الطباخ يشوفهم. ووقتها بنشوف ماك اللي بيفضل يحاول ان يخرج من الشبكة ولكنه للأسف ما بيقدرش، وبيسحب الطباخ الشبكة بتاعته اللي بترفع كل الطيور في الطيارة وبياخدهم وبيمشي. ومن ناحية تانية بيظهر داكس وهو مش عارف يروح وراهم لأنه مش قادر يطير وبيحزن جدا هو وجوان. وفي الطيارة بيحبس الطباخ كل الطيور في قفص كبير وبيمسك ماك وبام وبيحبسهم في قفص لوحدهم هما الاتنين وبيقفل القفص ده بالشوكة بتاعته وبياخدهم وبيخليهم جنبه علشان ما يحاولوش انهم يهربوا. وبنروح بعدها لداكس اللي بيفضل يحاول انه يطير ولكنه ما بيقدرش. وساعتها بتجيله فكرة لما بيشوف ريش البغبغان اللي واقع على الأرض. وفي الوقت ده بنشوف ماك وبام اللي بيفضلوا يحاولوا هما كمان انهم يخرجوا من القفص، ولكن الطباخ بيشوفهم وبيوقفهم. فبتحزن بام جدا وبتستسلم وبتفقد الامل، ولكن ماك بيشجعها. واثناء ما هو بيعمل كده بيكتشف انه عارف يخرج رجله من القفص. وساعتها بتجيله فكره وبيخلي بام تعمل زيه، وبيمشوا هما الاتنين من غير ما الطباخ يحس بيهم. وبيفضلوا يرقصوا هما ماشيين علشان ما يعملوش اي صوت. ولما بييجوا ينطوا علشان يدوسوا على الزرار اللي هيفتح لهم باب الطياره بياخد الطباخ باله منهم وبيوقفهم على اخر لحظه. فبتتعصب بام جدا وبتعض من وشه فبيتألم الطباخ وبيرميهم. وقبل ما يرجع يمسكهم بتهاجموا الطيور بالخضروات اللي موجوده في القفص اللي هم محبوسين فيه. وبيساعدهم من عم دان والبغبغان وبيكونوا مدفع وبيهاجموا الطباخ بقذيفه من قرع العسل اللي بتفقده الوعي وبتوقعه على الزرار اللي بيفتح باب الطياره. وساعتها بيقع الطباخ والقفص اللي ماك وبام محبوسين فيه، ولكن لحسن الحظ بيتعلق الطباخ في الشبكه فبيمسك ماك في شعره على اخر لحظه. ولكن للاسف ما بيقدرش ماك انه يتحمل وزن القفص وبيقعوا هما الاثنين وبيستسلموا للموت. ولكنهم بعدها بيتفاجئوا لما بيشوفوا جوان وداكس اللي قدر يطير باستخدام ريش البغبغان واللي بينطلق بسرعه ورا القفص وبيحاول يشيل الشوكه منه. وفي الوقت ده بتنضم له جوان وبتساعده وبيتحدوا هما الاثنين مع بعض وبيشدوا الشوكه بكل قوتهم وبيقدروا فعلا انهم يفتحوا القفص وبيحرروا ماك وبام اللي بيحضنوهم وهم فرحانين جدا. ومن ناحيه تانية بيقدر البغبغان هو وباقي الطيور انهم يكسروا باب القفص وبيتحرروا وبيخرجوا كلهم من الطياره وبيسيبوا الطباخ متعلق في الهواء. وبيروحوا كل الطيور لماك وعيلته وبيكونوا كلهم فرحانين جدا ان ماك وبام لسه عايشين وبينطلقوا كلهم وبيكملوا رحلتهم. وبعد مسافه طويله جدا بتشوفهم كل الطيور وهم قاعدين في نص البحر ومش عارفين يمشوا من انهي اتجاه، ولكنهم فجاه بيلاحظوا ان الميه اللي تحتهم بتنور وبيكونوا كلهم مبهورين جدا بشكلها الجميل. وبعدها بيتفاجئوا اكتر لما الشمس بتطلع وبيكتشفوا وقتها ان هم وصلوا لجزيره جامايكا اللي بتكون جزيره مذهله جدا. وبيستعدوا كلهم وبيتولى داكس المقدمه وبيفردوا اجنحتهم وبينطلقوا وبيطيروا كلهم وبيستكشفوا الجزيره. وبيفرح البغبغان جدا لما بيقابل اصدقائه وعيلته اللي بيحتفلوا برجوع عليهم من تاني. وبينبهر ماك هو وعيلته لما بيشوفوا البغبغانات التانية وهم طايرين في السماء وبينزلوا في البحيره. وبيتفاجئوا كمان لما بيلاقوا عيله كامل اللي بيرحبوا بيهم في المكان. وبتفرح كيم جدا بشكل اجنحه داكس الجديده. اما بام فبتشكر ماك على اللي هو عمله علشانهم، فبيحضنها ماك وبيشكرها هو كمان لانها هي اللي كانت السبب في كل ده وانها هي اللي فتحت عينه على جمال العالم. فبتفرح بام وبتحضنه وبيرقصوا هما الاتنين مع بعض على الشاطئ وبينضم لهم البغبغان هو وكل الطيور وبيرقصوا معاهم. وبعد فتره بيجي موسم الهجره اللي بعده وبنشوف عيله ماك وهما بيستعدوا علشان يرجعوا لبحيرتهم. ولكن وقتها بيجي ماك وبيقول لهم ان هو لقى طيور تايهين وانهم لازم يساعدوهم علشان يرجعوهم لموطنهم. فبتتصدم بام لما بتشوف الطيور اللي بيكونوا عباره عن مجموعه من البطاريق. وساعتها بتروح بام وبتعرف ماك ان موطن البطاريق هو القطب الجنوبي. وبالرغم من كده بيكون ماك متشجع جدا للهجره وبيبدا كمان انه يشجع عيلته. وفعلا بينطلقوا كلهم علشان يخوضوا مغامره جديده.